حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده بامر الله هنعمل طاجن مكرونه. سهل جدا، سريع، اقتصادي، بجد حلو قوي. الجو النهارده برد، وكان عندي كيس مكرونه كده ايا بقى كان، سواء كان اقلام او المرمريه اللي هي الصغيره، اي حاجه. وكان عندي ايه يعني ربع كيلو كده لحمه مفرومه في الفريزر. فقلت ايه اعمل طاجن مكرونه كده واصوره معاكم ونشوفوه مع بعض. طريقته سهله جدا وبسيطه. معايا بصلتين كده، والبصل ايه يعني بصلتين يكونوا كبار كده، لان البصل الكتير في المكرونه دي او في طاجن المكرونه بيبقى طعمه حلو قوي. المهم قشرت البصل وفرمته كده. وبعد كده ابتديت ان انا حطيت حله على النار بقى، او صينيه، او طاسه، اي حاجه بقى هتشتغلي فيها وتعصجي فيها اللحمه. نزلت كده بمعلقه من السمنه. اول ما السمنه ساحت كده معايا، نزلت بالبصل اللي انا بشراه بالشكل ده. هغلف بقى كده البصل بالسمنه بتاعتي او الزبده او الزيت. اي ماده دهنيه طبعا بتستخدميها اشتغلي بيها. وهبتدي بقى ان انا ايه اقلب البصل لحد ما يصفر كده، وريحه البصل تطلع معايا كده. هبتدي بعد كده ان انا اهو كده بقلبه، وايديا طبعا ايه في البصل. هبتدي بعد كده انزل باللحمه بتاعتي. وهو والله ربع، لان ده كان كيلو الا ربع. فعملت بيه بطاطس محشيه وشلت اللي هو ايه، يعني هو كده ربع كيلو. بعد كده نزلت بقى بالتوابل بتاعتي. التوابل برضو بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت، اللي هي ملح، فلفل أسمر، بابريكا. مفيش بابريكا خلاص مفيش مشاكل. هبتدي بقى ان انا اقلب كده او اعصج اللحمة بالشكل ده. اول ما لون اللحمه بقى هيبتدي ان هو يتغير معايا، هقلب كده اللحمه مع البصل. اول ما لون اللحمه كده ايه يعني ابتدت ان هي تدخل في السوا، هنزل بالفلفل. عايزه اقول لك برضو ان طاجن المكرونه ده لما بيبقى سبايسي بيبقى حلو قوي في البرد ده. انا قطعت قرن فلفل حامي حار، اللي هو الاحمر. وقطعت كده قرن رومي، او واحد كده فلفل رومي. بجد طعمها حلو قوي بجد، لما بتبقى حاميه كده بتبقى حلوه. مفيش فلفل حامي عندك، ضيفي شطه. ما بتحبيش ده ولا ده، ما بتحبيش الحاجه حاميه، خلاص استغني طبعا عن كل ده. هبتدي بقى ان انا خلاص اقلب. وبعد كده هنزل بعصير الطماطم. كان عندي طماطمتين كده وما كانش لونهم احمر. اعزز طبعا اللون دلوقتي بمعلقتين من معجون الطماطم الجاهزه او الصلصه الجاهزه. هقلب بقى الصلصه، هغطي الحله واسيبها تتسبك براحتها. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا خلاص بقى كده هسيبها تتسبك. بعد بقى طبعا ما اتسبكت ازاي، لون الصلصه غمق معايا كده. الكميه طبعا قلت. بعد كده بقى هبتدي ان انا اشتغل. جبت الطاجن، وخلي الطاجن يعني حتى لو انت عامله كيس واحد يكون كبير شويه، بحيث ان المكرونه لما تغلي في الفرن تاخد ايه راحتها كده وتستوي. وانا ما رضيتش اعمل في الطاجن الصغير. طاجن بقى اللي هو الفخار اللي هو البرام. طاجن بايركس. الصينيه بتاعتك الالومنيوم العسل دي اللي نفسها حلو قوي في الاكل. اي حاجه عندك اشتغلي بيها. وعايزه اقولك ان الطماطم مع اللحمه او الصوص ده لازم يبقى خفيف، مش اللي هو تقيل قوي، لا لازم يبقى خفيف لان المكرونه هتستوى بيه. دلوقتي بقى حطيت كده ايه كبشتين من الطماطم اللي معصجوها باللحمه، او الطماطم اللحمه المتعصجه بالطماطم. ايوه كده ركزي. هبتدي ان انا ايه بقى بعد ما حطيت كده في قاع الصينيه كبشتين او مغرفتين. هبتدي انزل بقى بالمكرونه بتاعتي بحبه كده، ارش حبه مكرونه، وارجع تاني احط كبشتين او مغرفتين، وارش حبه مكرونه. كل شويه احط رق مكرونه ورق من اللحمه، رق مكرونه ورق من اللحمه. كان عندي برضو في الفريزر عندي ايه عندي زيتون. طلعت الزيتون كده واديتها رشه من الزيتون، ما كترتش ما تبقاش حادقه معايا، عشان انا شفت الزيتون بعد ما ضفت الملح بتاعي، فما رضيتش ان انا اكتر الزيتون. آه، طريقتها بجد حلوة، سهلة بسيطة. عايزة اقولك اني مش شرط تكون في لحمة مفرومة، يعني حتى لو ربع اللحمة دوت مش موجود. هتستخدمي الطماطم بنفس الطريقة، هتسبكي الطماطم وتخلي الصلصة خفيفة كده. وهتنزلي برضو برق طماطم ورق مكرونة، وتدخليها بدل ما تسوي فوق، وتستخدمي تستخدمي حلة وتغسلي مواعين كتير. لا في الفرن كده بتقعد ساعة وبتطلع دايبة دوب، هنشوفوها دلوقتي مع بعض. خلاص بقى رصيت المكرونة. اتبقى حبة بقى اللي هم آخر حاجة بوزعهم كده وبسويهم بالشكل ده. وهنزل بقى بآخر طبقة من اللحمة والطماطم بالشكل ده.
عايزة أقول لِك بقى ما عندكيش جبنة ما فيش أي مشاكل، لإن إحنا الطاجن اللي بناكله برّه في المطاعم ما بيبقاش فيه جبنة، ما بيبقاش فيه أي حاجة، يعني هو يا دوبك الطماطم، البصل، فسوة اللحمة اللي بيحطوها، فما فيهوش حاجة، بيبقى طعمه برضه حلو. فأنا دلوقتي كان عندي برضه جبنة كده رومي مبشورة، قُلت أحط على الوش إيه، جبنة رومي، لإن أنتم عارفين إن أنا من عشاق الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي. ممكن تعمليها بالفلفل بس الملون مع الطماطم، من غير لحمة، من غير جبنة، بجد طريقتها حلوة وبسيطة، حلوة في البرد ده برضه جميلة، وجبة اقتصادية. عايزة أقول لِك إن أنا استخدمت نوع مكرونة رخيص جدًا، يعني يعتبر ده أرخص نوع في السوق، ما استخدمتش ولا الضحى ولا مكرونة مستوردة ولا أي حاجة ولا روجينا ولا أي حاجة لأ، نوع مكرونة عادي بتستخدمي السايبة استخدمي، بجد كانت حلوة أوي يا جماعة واستوت وهنشوفوها دلوقتي. طبعًا غطيتها كده، عندِك ورق ألمونيوم غطّيها، ورق زبدة غطّيها، ودخّليها الفرن درجة حرارة 200، هتقعد معايا ساعة وهتطلع زي الفل، بجد طعمها حلو، مَطّة الجبنة حلوة جدًا فيها، مجرد ما دخّلتها الفرن بس والله من أول يعني أول ما غليت غلوة واحدة، كانت ريحتها حلوة جدًا، ريحة الجبنة مع اللحمة مع البصل، بجد كان طعمها حلو أوي مع الطماطم، كان طعمها خطير يا جماعة، بجد جرّبيها إن شاء الله تعجبِك. وده كده كان شكل المكرونة بتاعتي. عايزة أقول لِك يعني أورّيكِ عشان ما فيش حد يقول لي لأ دي ما بتستويش، لأ بتستوي وبتبقى زبدة ودايبة دوب، هاورّيكِ بس إزاي استوت، بُصّي اتهرت إزاي معايا، استوت جامد جدًا، وطبعًا مش معجنة، المكرونة أهي منفصلة كل واحدة عن التانية مش معجنة خالص، طعمها كان حلو أوي، أنا متأكدة إن أنتِ بعد الفيديو هتروحي تجرّبيها. باحبكم في الله أحلى أخوات، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.